تعالوا اوريكم طريقة طاجن الرز بالفراخ والمشروم وعليه جبنة من فوق. طعمه تحفة، محدش جربه الا لما قالي ان هو عايزه تاني. اول حاجة بنبدأ بان احنا نعمل الرز. طبعا الرز عبارة عن رز ومية، وانا بحب احط كمان مع الملح. اكشلي انا بحب احط بدل الملح مرقة، بس يعني طبعا ده على حسب كل واحد بيحب ايه. بحط له فلفل اسود وبهارات، كمان بحط مع الزيت شوية زبدة او سمنة، وباخد صدور الفراخ المخلية وبقطعها كيوبز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حجم ما يبقاش كبير قوي عشان يبقى اسهل يعني في التسوية. وبجيب المشرومز بنضفه كويس. باي ذا واي المشرومز ما بيتغسلش، بس خلينا نتكلم في الموضوع ده مرة تانية بعدين. ناخد المشرومز نقطعه سلايسز رفيعة، وفي حلة سخنة بنحط الزيت مع الزبدة ونشوح فيهم بصلة متوسطة، وبعدين بنحط لها الفراخ ونشوحها شوية لحد ما يبقى لونها يتغير بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين نبدأ نحط التوابل اللي هبقى كاتباها لكم. نشيل الفراخ بعد ما تتشوح كويس مع التوابل، وفي نفس الحلة بنزود حتة زبدة ومعلقة توم مفروم ونشوحهم مع بعض كويس، وبعدين نروح حاطين عليه المشرومز عشان يتشوح. نرجع الفراخ تاني مع المشرومز ونحط له شوية شطة صغيرين وبقدونس ناشف ونغطي عليه. نحط له شوية مية صغيرين ونغطي عليه ونسيبه لحد ما الفراخ تستوي كويس. وبعدين نروح حاطين الكريمة ونحط مرقة، نحط معاها قشطة او كريمة حامضة زي ما نحب، وكل مقادير هبقى كاتباها لكم تحت. وبعدين نغطي عليها ونسيب الكلام ده كله يتسبك مع بعضه كويس عشان الكريمة تاخد طعم الفراخ. ناخد بقى الرز اللي كنا عاملينه في الاول ونحطه مع الفراخ والمشرومز والكريمة ونقلبهم مع بعض كويس ونسيبهم 5 دقايق كده. ناخد بقى يا اما فخار يا اما بايركس، اي حاجة انتوا تحبوها، ندهنها بسمنة ونحط فيها الرز. ناخد بقى جبنة موتزاريلا وجبنة تشيدر. انا بحب ابشر الجبنة طازة، بحس ان طعمها مختلف خالص عن المبشورة جاهزة، بس يعني زي ما تحبوا ممكن تجيبوها مبشورة اوريدي او تبشروها في البيت. نحط الجبنة دي على وش الرز كله ونكون مسخنين الفرن، وندخل البايركس او يعني الصينية دي، الفخار البايركس، اي حاجة الحاجة اللي عاملينها فيها تدخلوها الفرن لحد ما الجبنة تسيح. هي مش هتاخد وقت طويل يعني. الرز ده يا جماعة بجد طعمه حلو جدا، كل الناس اللي جربته عجبهم. بحب اعمله كمان في العزومات لان ممكن اعمله من بدري وبعدين ادخله على طول الفرن وما بياخدش وقت طويل يعني عشان الجبنة تسيح. جربوه اكيد هيعجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل، وما تنسوش كمان تدوسوا على الجرس عشان اي حاجة جديدة توصل لكم. وبالهنا والشفا.